الكل عارف جمالها بس قليلين اللي يعرفوا ان مديحة كامل عاشت بقلب مريض وهي عندها 25 سنة. بس في الفيديو ده هقول لكم ليه اعتذرت مديحة كامل فجأة في نص يوم التصوير، وايه حكاية الرؤية اللي شافتها وغيرت حياتها 180 درجة، وليه رفضت ملايين الدولارات علشان تحكي قصة حياتها. ركزوا معايا علشان النهاردة هنحكي اسرار القطة اللي ما كانتش بتحكيها لحد. مديحة كامل ما كانتش مجرد وجه جميل، دي كانت بتمثل وهي بتصارع الموت من سنة 1975 وهي عندها جلطة في رجليها، والدكاترة اكتشفوا ان عندها روماتيزم في القلب، وده كان سر كبير خبته على كل المنتجين علشان ما يبعدوهاش عن الادوار. كانت بتاخد ادويه سيوله وضربات قلب وهي واقفه قدام الكاميرا بتضحك ومحدش كان حاسس بحاجه. اما بدايتها فكانت صدمه لاهلها في الاسكندريه. مديحه اتجوزت وهي طالبه في المدرسه علشان تهرب من تحكمات والدها وتيجي على القاهره، ولكن زوجها الاول محمود الريس حاول يمنعها من التمثيل، فطلبت الطلاق وهي معاها بنتها الوحيده مريهان، وقررت تبدا رحله النجوميه لوحدها وهي لسه ما كملتش 20 سنه. سنه 1978 كانت المنعطف الاهم فيلم الصعود إلى الهاوية. الدور ده كان اتقدم لسعاد حسني ونجلاء فتحي، والاتنين رفضوا وخافوا جدا من الدور لأنه كان دور الجاسوسة الخاينة اللي بتتحاكم في مصر. مديحة الوحيدة اللي وافقت وقالت أنا هخلي الناس تكره الخيانة بس تعشق تمثيل. كانت بتشتري لبسها من باريس ولندن على حسابها الخاص. في الكواليس مديحة كانت معروفة إن هي أشيك فنانة في جيلها، لدرجة إنها في فيلم أبناء وقتلة اشترت فساتين وإكسسوارات أغلى من الأجر اللي هي خدته. كانت مهووسة إن الشخصية تطلع هانم بجد. نيجي بقى لليوم اللي صدم الوسط الفني كله سنة 1992. مديحة كانت بتصور فيلم بوابة إبليس، وفي نص يوم التصوير دخلت أوضتها وخرجت قالت للمخرج عادل الأعصر أنا مش هكمل تمثيل تاني. المخرج افتكرها بتهزر طبعا، لكنها سابت اللوكيشن ومشيت فعلا. إيه اللي حصل بقى؟ بيقول لها لقد آن الأوان يا مديحة. بنتها مريهان كانت بدأت تلتزم، ومديحة في الليلة دي شافت رؤية لشخص لابس أبيض، ومن اللحظة دي لبست الحجاب واختفت تماما، والمنتج اضطر إن هو يكمل الفيلم بدوبليرة وصور معظم المشاهد من ظهرها، واستخدموا المونتاج علشان يخلصوا الفيلم من غير بطلة. بعد الاعتزال مديحة اتعرض عليها شيكات على بياض علشان تطلع في برنامج واحد بس، لكنها ردت انا بعت الدنيا مش هشتريها تاني بشوية كلام فاضي. في رمضان سنة 1997 مديحة صلت الفجر وقرت سورة ياسين ونامت، ولما بنتها جت تصحيها للظهر لقت روحها طلعت للي خلقها. وصيتها كانت واضحة جدا، محدش يلمس جسمها في الغسل غير بنتها واتنين من صديقاتها، وفعلا رحلت في هدوء تام 4 رمضان وسابت وراها لغز وجمال ما بيتنسيش.